إذا كنتم من عشاق الستريبس أو الكريسبي خليكم معي لحتى تشوفوا أطيب كريسبي ممكن تجربوه. ما شاء الله منظر السندويشة يتكلم. منروح على البهارات: ملعقة هيل، زنجبيل، فلفل أبيض، بابريكا، حلوة، توم بودرة، كاري، بهارات دجاج، ماجي، كركم، كزبرة يابسة وأوريغانو. نخلطن مع بعض مثل ما لكم شايفين، وبشيل منهم معلقتين وبحطهم بقلب البلندر وبضيف معهم معلقتين عصير ليمون وشوية زيت كرمال نخلطهم. بعدين بضيف كاسة حليب وبنقع الفروج فيهم. البهارات اخترتن يكون لونهم كاشف كرمال يطلع لونهم حلو وذهبي على القلي. نخلط البهارات شوي، ومثل ما بتعرفوا كل ما بننقع الفروج أكتر كل ما بيطلع طري ومدلل أكتر يعني، فأقل شي فيكن تنقعوهم ساعتين قبل القلي. شوفوا اللون البهارات مع أحلى وكاشف هيك، يا سلام غير شكل، والحليب بيعطيها طراوة يعني للقطعة. عم غطيهم رح حطهم بالبراد ومنجي للبهارات الناشفة. أنا أخدت معلقتين كمان من البهارات اللي حضرتن من شوي على جنب، ضفت طحين، نشاء الدرع، وبالصحن التاني منضيف كاستين مي، بيضة وشوية فانيليا منشان الزنخة. هون راح تضيفوا البقسماط، أنا ما كان عندي فاستخدمت الخبز الياباني بانكو كرانشي. منجي على الطريقة منغطس الفروج أول شي بالطحين، بعدين بناخدها على الصحن اللي خبرتكن عن المكونات تبعه، نرجع بنرجعها على الطحين. شوفوا كيف بيطلع شكلها إلها حراشف وشهي. وبعدين هون بنحطها بالزيت يعني بيكون حامي وبنقليهم. وشوفوا لي على هالمنظر ما شاء الله. خليت لكم صوت لحتى تستمتعوا. ونجي على تحضير السندويش: خبز تورتيلا، منجيب الخس اللي متوفر عندكم، مخلل، يلا بينو، صوص انتم بتحبوا تحضروا على ايدكم او مايونيز جاهز، وطبعا شوية حد. وهذا كان كل شي، بتمنى يعجبكم الفيديو، ولا تنسونا من صالح دعائكم. بنشوفكم فيديو جديد. باي باي.